أثارت صورة متداولة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برفقة رجل في إحدى المناسبات القديمة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم البعض أنها تزوجت سراً. وردت وهبي على هذه الإشاعات عبر منشور مطول على حسابها في إنستغرام نفت فيه صحة الأخبار المتداولة، مؤكدة أن الصورة تعود لسنوات سابقة، وأن البعض استغلها لنشر الأكاذيب والتشهير بها. وأعربت الفنانة عن استيائها من تداول الأخبار غير الموثوقة، مشيرة إلى أن البعض يتعمد تضليل الجمهور بحثاً عن الإثارة، كما أكدت أنها لم تتزوج وأن حياتها الخاصة ليست مجالاً للتكهنات، محذرة من الانسياق وراء الشائعات. وفي سياق متصل، أعلنت هيفاء وهبي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفتهم بمروجي الأكاذيب، مشيرة إلى أن مكتب محاماة يتولى متابعة القضية وجمع الأدلة ضد الحسابات والصفحات التي تنشر المعلومات المغلوطة عنها. واختتمت وهبي منشورها بوسمة أرف في تعبير واضح عن استيائها من تداول مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن سمعتها ضد أي محاولة للتشهير أو الإساءة.